السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اخواتي كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ كلشي مزيان؟ جيتكم اليوم بفيديو صغيور ومطور كيهضر على المشاريع الصغيرة اللي تقدر المرأة المغربية ولا المرأة العربية بصفة عامة، ولا المرأة يعني المرأة العربية والمرأة المغربية والمرأة بصفة عامة، يعني ممكن يستافدوا منه جميع النساء. هذا الفيديو هذا اللي كيهضر على واحد المشاريع صغيرة اللي ممكن انه يبدلوا من نظرتك لحياتك الشخصيه ولحياتك الماليه ولحياتك العائليه، يعني غيبدلوا فيك بزاف ديال الحاجات، لان بزاف ديال العيالات ما عارفينش منين يبداو المشاريع ديالهم. هضرنا في الفيديو السابق على الوقت، قلت لكم يعني وريتكم الطرق اللي غادي تخليكم تنظموه واللي غادي يخليكم يعني توصلوا الاهداف ديالكم. ومن بين المسائل اللي غتخلينا نديروا الاهداف ديالنا هو ان يكون عندنا واحد الحريه ماليه، ولا يكون عندنا واحد الثقافه ديال المشاريع، واخا تكون مشاريع بسيطه جدا ذات دخل بسيط جدا، وبعض المرات في الاول كاع ما تيكون فيها دخل، ولكن هي كتساعدنا نفسيا، كتساعدنا اجتماعيا، وكتساعدنا ماديا، يعني كتخلينا الناس اللي عندهم واحد النفسيه متزنه، اللي عندهم رؤيه، يعني كيعرفوا منين كيجي الدرهم كيف ما كنقولوا. لهذا اليوم ان شاء الله غنتطرق معكم فقط للمشاريع، ونقول لكم الانواع ديال المشاريع، وفي فيديوهات ان شاء الله مقبله غادي نهضر لكم على اثر ديال هذه المشاريع على الاسره، على المراه، لان المراه اساس الاسره. الا كانت المراه مرتاحه فطبعا وبديهي ان الاسره كامله كتكون مرتاحه. اذا قلنا المشاريع الصغيره اللي ممكن اي امراه ديرهم من البيت ديالها، حيت شحال ديال الناس تالفين بين المشاريع، ما عارفينش منين يبداو منين يساليو، ما عارفينش باش غادي يبداو. لذلك بحثت على مجموعة ديال المشاريع اللي ممكن، مشاريع بسيطة جدا اللي ممكن تبدا بهم أي سيدة من البيت ديالها. عندنا خياطة الملابس التقليدية أو العصرية اللي معلمة، يعني اللي ديجا تعلمات، فهي كتحاول أن تجيب ماكينة وتخدم من دارها، يعني وتقاتل وتحاول ما أمكن أنها تجمع داك راس المال. يعني ما يمكنش ما يكونش عندك واحد المدخول، ما يمكنش ما يكونش عندك مثلا يدوروا معك والديك، يدوروا معك الزوج ديالك، راه ما يمكنش. يعني اكيد الرزق ديالك راه عندك، غير تعرفي كيفاش تستمري داك الرزق ديالك. قلنا عندنا نوجدوا الطلبيات من الدار. طلبيات ديال الخياطه راه ماشي ضروري ندير البياس الغاليين، راه بيجامه نجيب واحد 3 متر الثوب وشي سفيفه تكون بسيطه، ولا غير شي سينته تكون بسيطه، وندير بيجامه ونخدم عليها ونبدع فيها ونكون جديه في الخدمه ديالي. فهذا ما شاء الله راك غادي مزيان. يعني واخا ندير غير 2 بيجامات ونعرضهم للبيع ويكون تقاتلت عليهم وصيبتهم مزيان، واهم حاجه ان الجوده تكون في الخدمه ديالي. عندنا ممكن اننا نخيطوا الطبليات ديال الشقه، يعني الطبليات ديال الشقه ما كيديو منك حتى 15 دقيقه للناس اللي معلمين، اللي اصلا ما تعلموش ممكن يدخلوا يتعلموا في اليوتيوب، ممكن يدخلوا يتعلموا في النوادي. كاينين نوادي فابور في البلاد كامله، يعني ما يمكنش ما تلقاش شي مدينه ما فيهاش نادي كيعلموا الخياطه ولا مدرسه تكون بثمن بسيط. عندنا ليناب ديال الطبالي، عندنا مثلا ليناب ديال الثلاجات، عندنا بزاف د الحاجات اللي ممكن اننا نستثمروا منهم، نستثمروا فيهم الوقت ديالنا ونردوا بهم واحد المدخول بسيط لينا. عندنا الحلويات سواء المغربيه سواء الشرقيه، سواء يعني الحلويات بجميع انواعها. كيف ما قلت ما كنعرفش ندخل، مادام انا مايل لديك الحاجه ندخل نتعلم ليها، حيت دابا ما كاين حتى شي دار ما فيهاش تليفون، ما فيهاش كونيكسيون. يعني على الاقل داك الكونيكسيون نستافد منها وندير بها شي حاجه اللي تفيدني انا تفيدني نفسيا وماليا. عندنا الوجبات الجاهزه بالنسبه للناس اللي كاينين في المدن، اللي الناس فيهم اغلبيه خدام، فكيبغيو الناس يكونوا الناس اللي وجدوا لهم وجبات تكون بنينه، تكون ديال الدار، تكون نقيه. يعني نخدموا مثلا الناس ديال الطيب يخدموا على البنه، يخدموا على النقا، يخدموا على لو سيرفيس، يخدموا على الخدمه. خاصني نقدم واحد الخدمه اللي هي زوينه للكليان، باش حيت داك الكليان هو وجهي غيجيب لي ناس وحدين اخرين، فهمتوا؟ عندنا كذلك انني نقابل وليدات صغار. كيف ما كنعرفوا الحضانات راه تبارك الله ما شاء الله راه غاليين،
وانا مثلا الا خديت 2 دراري ولا 3 الوليدات ونقابلهم فعندي فيهم الاجر، وعندي فيهم اجر مادي واجر معنوي، ونتهلا فيهم ونديرهم بحال وليداتي. وطبعا غادي يفرحوا الاخوات اللي خيليو عندك وليداتهم، كذلك انت غتفرحي بداك المدخول المادي اللي غيدخل لك وانت جالسه في دارك مقاوله وليداتك مطيبه منقيه دارك. يعني ضربوا عده ثم كنمشيو لصناعه الصابون. الصابون بزاف ديال الاخوات تعلموا من دورات كيفاش نصنع الصابون. انتي غادي تستغلي تصنعي الصابون بطريقه محترفه، بطريقه اللي صحيه. مثلا نبقى ندير مجموعه من القوالب الصابون. الصابون اولا منين كنجيبوه من المواقع ولا نخرجوا للسوق، راه كنتقداو الصابون يعني الطبيعي اللي يعني ما مخلط مع حتى شي حاجه، كتجي كتذوبيه وكتزيدي عليه المكونات اللي بغيتي ياك، ومن بعد كتبيعيه وكديريه في شي ساشيات يكونوا زوينين بحال هذوك فين تنديروا لي دغاجي وداكشي ديال الحفلات، كنديروا كنسد عليها بشي سليك ودوك السليكات اللي كيتباعوا وكنبيعوا. ولكن دخلي اولا قلبي في الدورات، قلبي في لي فيديو كيفاش نصنع صابون مبيض، صابون مرطب، صابون عطا الله ما يدار. فقط استغلوا التليفون في شي حاجه اللي هي مهمه وزوينه. ندوزو كذلك عندنا الطرز على الحوايج، الطرز على لي ناب، طرز يعني بمختلف انواعه. عندنا التنبات كذلك كنبتوا الحويجات اللي ما عرفش يدخل يتعلم كيف ما العاده. عندنا المنتجات الطبيعي. عندي لكم واحد الفكره عاوتاني، فكره زوينه، فكره واعره، هي ان نجيب العطريه نقيها نغسلها ونقيها ونقادها ونديها نطحنها، ونبقى نبيعها للناس، الاقارب، الجيران، هذا كيقول لهذا، هذا كيقول لهذا، وحتى تولي عندي واحد القاعده ديال الكليان اللي هي كبيره، لانني معروفه بالجوده، معروفه بالنقاء، معروفه بالخدمه ديالي. مثلا هذا بغى مثلا الرابعه ديال واحد العطريه معينه، فانا كنمشي كنتقدى بالخف وكنصايبها بالخف، ماشي كنطماطلو ولا شي حاجه، حتى الكليان كيجي السلعه ديالو كيلقاها واجده. فانت كتزيدي تكبري في العين ديال الكليان، لان بزاف ديال الناس مابقاش عندهم الوقت بين الخدمه وبين انا نستغل يعني الفرص، نستغل هذه الفرصه هذه. عندنا كذلك الاعشاب، عندنا اللويزه، عندنا الشيح، عندنا الزعتر، الزعيطره. هاد الاعشاب كاملين حنا المغاربه كنستعملوهم بواحد الصفه كبيره. كيفاش وحده خدامه مثلا موظفه وتجي يلاه تبغي تقاد شي حاجه وتبقي يلاه تنقي يلاه، ولكن الا كانت داكشي جابته من عند سيده اللي موثوقه، حتى من المحلات ولا لي كونط سيرفاس راه ما كنتيقوش، يعني ولا بد ندوزو. ولكن مثلا انا جارتك عارفك انك نقيه ونقيتي لي داكشي وتقديته منك وقلت لصحاباتي الاخرين الموظفات اللي معايا، فانا كنكون دوزت لك واحد الميساج ودرت لك واحد الاشهار اللي هو يعني فابور، واشهار اللي هو واو، اشهار اللي غادي يعني تجيبي منه كليان زوين. فقط ديما الجوده، نلعب على الجوده، نلعب على الجوده، لان الكليان كيبغي الجوده ولو سيرفيس، الخدمه. راه هادشي كنعاودو ديما، حيت راه بزاف ديال الناس راه ما كيتصنتوش، يعني كيمشي كيدير طق 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 وكيسربي داكشي وكيعطيه للناس، وفي الاخير كيجي عنده الكليان وكيتخاصم معاه، انت ما درتيش ليا مزيان، انت فهمتوا؟ يعني نربيو الكليان، يبقى عندنا الكليان خاصنا نربيوه عندنا، خاصنا نعطيوه احسن ما عندنا واحسن ما كاين في السوق باش يبقى لينا، فهمتوا؟ اذا نمشيو. عندنا كذلك دروس الدعم ديال الوليدات، يعني السوايع الاضافيه كما كتعرفوا كاملين. نفتح صفحه في الانترنت نعرض عليها الخدمات ديالي، نعرض عليها يعني المنتوجات ديالي، نعرض عليها انني مثلا راني تنعرف ندير واحد الحاجه، يعني نهضر على راسي وما نكونش كنهضر غير من فراغ، نهضر على راسي بكل ثقه، لانني عارفه كنقدم واحد الخدمه اللي هي خدمه واعره للناس. مزيان. نمشيو عاوتاني الموظفات ما كيساليوش، الله يحسن العوان، ولكن حنا نستغلوا الفرصه كما قلنا، نقيو لهم الخضره. لأن كيضروني ركابيه، زعما باش ما تقول حتى وحده راه هاد السيده هادي راه ما عارفاش باللي مريض ولا، كيضروني ركابيه، ولكن انا يديا مزيانين، هاد يديا يعني نخدم بيهم، نمشي نقاد للناس الخضره ديالهم، نقيها ونضيها ونعطيها ليهم يديوها، نعيط لهم في التليفون ويجيو عندك حتى للدار ويديوها، طيبي ليهم. المهم عطا الله ما يدار، غير فكروا مزيان في هذه المشاريع هذه، واللي ناسبتها شي حاجه ديرها. عندنا
الميناج عمره ما كان عيب، عمره ما كان حرام، عمره ما كان دل. العكس، الميناج انا عندي غير هذاك لا بوسيبيليتي ندير الميناج. علاش ما نديرش الميناج؟ ما يمكنش، عندي ديك الامكانيه فقط ديال الميناج، نمشي ندير الميناج. اشنو حسن، نشد 100 درهم من عند السيده اللي درت ليها الميناج، ولا نمشي نطلب الناس، ولا يكون خوك، ولا يكون اختك، ولا يكون باك، ولا يكون امك، ولكن كتحس بواحد الذل، انك ذليل، انك راه ما تسواش، انك بارد الكتاف. فهمتي؟ يعني العيالات كونوا شويه متوقطات، وكونوا حارات، وكونوا مكترضاوش. دابا كاين واحد الخدمه واحده اخرى اللي هي تنظيم الحفلات. بزاف ديال الناس كيبغيو اللي ينظم ليهم هكا الحفلات، واخا هي راه فيها واحد شويه الثمن، وفيها واحد شويه يعني المجهود وكتبغي الفلوس، ولكن حتى هي راه خدمه ممكن ديرها، يعني توجد ليهم كلشي وهما يديوه من عندك من الدار. مزيان. ولكن هاد المشاريع هادي الا ما درسناهاش مزيان، فما غاديش نقدروا نطيحوا في مشكل. بحال مثلا خاصني نقلب على المشروع اللي يناسبني انا، الاحتياجات ديالي انا، الامكانيات ديالي انا، الوليدات ديالي. عندي بيبي، عندي وليد رضيع، ما يمكنش لي نخرج من الصباح حتى العشيه من الدار، وما يمكنش لي نخدم اصلا واخا في الدار من الصباح حتى العشيه، راه ما يمكنش. واش فهمتوا؟ يعني نمشي لداك الشيء اللي ممكن انا نديرو بامكانياتي انا، وراه ما يمكنش ما يكونش. غير فكروا مزيان. وما تنسيش الربح الفوري راه ما كاينش. باش تربحي من نهارك الاول يقدر يكون، ولكن باش تربحي داك الربح ما عرفت كي داير في الاول، راه ما يمكنش. راه اي مشروع راه هو لابد نصبروا فيه، راه هو لابد. واستمري على المشروع، واخا يكون في الاول كما قلت لكم صعيب، وفيه التعب والحرمان والخساره، وما كتح يعني ما, ك... ما يعني ما عندك فيه حتى شي مدخول، ما تمليش، لان راه السر فين كاين؟ في الصبر والاستمراريه. كل ما صبرتي، كل ما استمريتي، كل ما مشيتي مزيان. وهزي واحد الدفتر كتبي فيه ملاحظاتك ويومياتك. انا اليوم دخلت 10 دراهم، البارح ما دخلتش والو، اليوم دخلت 10 دراهم، داز شهر الحمد لله دخلت واحد 200 درهم الحمد لله. كتشوف التقدم ديالك، راه ما يمكنش ما يكونش التقدم، راه ما يمكنش. رتبي المهام ديالك على حساب وقت عائلتك وخدمتك كما قلت لك. يعني ما نفرطش في وليداتي، ما نفرطش في داري، وما نفرطش في خدمتي كذلك. ركزي على الجوده، لانها كما قلت لك مهمه جدا. راه اي خطوه ذكرتها تنذكر معها الجوده، راه مهمه جدا. وعرضي المنتوج ديالك، ما تحشميش. عرضي المنتوج ديالك على الناس بلا حشمه، ما تحشميش. نعرض المنتوج ديالي على صحاباتي، على جيراني، على عائلتي. علاش نحشم؟ اي حاجه بغيت نقدم خدمه نعرضها، بغيت نقدم منتج نعرضه. وتعلمي وبحتي واستغلي التليفون في شي حاجه مهمه اللي تعود عليك بالنفع، ماشي اللي تجي ضدك وتجي يعني تكسر ولا تخسر لك مستقبلك. وراني اختصرت لكم ما امكن، ولكن بالحرقه اللي فيا بغيت نهضر بزاف بزاف بزاف، ونوري البنات ونوري العيالات ان راه كاين ما يدار. البلاد فيها الخدمه، والناس اللي كيقولوا ما فيهاش الخدمه، راه ما يمكنش هادشي، راه ما كاينش. حنا عندنا الخدمه في البلاد ديالنا، خاصنا غير نفكروا، خاصنا غير نخدموا العقل اللي عطاه لينا الله سبحانه وتعالى. وكيف ما دائما تنقول لكم، راه النجاح قرار، راه ماشي حاجه اخرى.